لا تخف، ولكن احذر. يوم فرحي كان المفروض يكون أحلى يوم في حياتي، لكن اليوم اللي أي شاب بيتمناه بقى كابوس. بعد ما أهلي وأهل عروستي مشوا وجيت أمسك إيد رباب، لقيتها سحبت إيديها واترمت على الأرض وفضلت تنفض زي اللي لابسها جن. فضلت على كده وما كنتش عارف أعمل إيه. فجأة لقيت رباب بتقوم تقف وتجري من الأوضة، ولما خرجت وراها لقيتها خارجة من المطبخ بسكينة. رفعتها على رقبتها وهددتني لو قربت منها هتموت نفسها. وعشان كده انا بعدت وقلت لها خلاص، روحي اوضتك واقفلي على نفسك الباب. عملت كده فعلا، ولما دخلت سمعت صوت رباب وهي بتعيط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده معانا قصه جديده، بس قبل ما نبدا انساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ربابي، ولما دخلت عليها الاوضه سمعت صوت رباب وهي بتعيط وبتكلم حد وبتقوله ابعد عني. وحد رد عليها وقال لها انت ليا، انت ليا انا ومحدش هيقرب مني غيري. كنت مصدوم. مين اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل ده؟ لك كنت مصدوم. مين اللي بيتكلم ده؟ لكن اللي صدمني اكتر لما لقيت باب الاوضه بيتفتح والرباب بتطلع من الاوضه ولابسه قميص وحاطه برفن ومبسوطه وبتقولي انا اسفه اصل بتكسف. راحت ماسكه ايدي ودخلنا الاوضه. قلت لنفسي يمكن متهيألي ولا حاجه، فنسيت الموضوع خالص. لكن وقت العلاقه حصل اللي ما كانش متوقع يحصل. انا فجأة حسيت اني هنام وفتحت عيني عشان اتصدم اني واقف في نص الأوضة وشايف نفسي نايم مع رباب وفي علاقة بتحصل. لكن فجأة لقيت نفسي اللي على السرير بيلف وشه وبيبصلي وبيبتسم، وفجأة وشه اتغير لشيطان وشكله بشع. مش قادر اوصف قد ايه شكله مرعب. بصلي وقال لي انت فاكر اني هسيبك؟ هي ليا انا وبس، ومش هسيبك تلمسها. ابعد احسن لك والا هأذيك. قال الكلام ده عشان الاقيني انا اللي نايم جنب رباب. بيقوم يقف وبيقرب عليا ويبتسم لي ابتسامة كلها حقد وكره وبيقول لي انت لازم تتعاقب عشان اتجرأت وخدت حاجة مش بتاعتك. واول ما قال كده لقيت الأوضة اتملت كائنات سودا، كل اللي يقال عنهم انهم شياطين بتخرج من كل حتة، من حيطان الأوضة حتى من تحت الأرضية. كلهم بيهجموا عليا عشان اقع، والاقي نفسي بتسحب جامد ما قدرتش بنفسي غير وانا بفوق على صرخات رباب وهي بتزقني من عليها عشان كنت ماسك رقبتها وبخنقها. سبت ايدي بسرعة وانا مصدوم، ورباب فضلت تاخد نفسها بشكل سريع وتبصلي. انت مجنون؟ انت عايز تموتني؟ اما اموتك؟ انا شفت شيطان هنا، كان شكلي بالظبط وكان نايم جنبي. رباب لقيت وشها مصدوم ومش مصدقة اللي انا بقوله. قالت لي انت مجنون. لما حكيت لها اللي عملته من البداية اتهمتني اني مش طبيعي، واتصلت على حماتي وجت في ساعتها وحكيت لها كل اللي حصل. انا فضلت احلف ان كل اللي بتقوله ما حصلش وان بنتها مش طبيعية من وقت ما اتقفل علينا الشقة، بس طلعت انا المجنون. وعشان كده حماتي اخدت رباب ومشيت. انا والله مش مجنون، عارف انك مش مجنون، لكنك اخدت حاجة مش بتاعتك. سيبها احسن لك والا انا مش هسيبك. الكلام ده اللي كان بيقوله انا، مش انا بمعنى انا، لا، اللي كان بيقوله ده شخصية بنفس شكلي، كأنه توأمي واقف قصادي وبيهددني. خفت منه وقلت له خلاص مش عايزها، انا هسيبها لك. وبمجرد ما قلت الكلام ده لقيته اختفى. ومع اختفائه لقيت باب الشقة بيخبط بشكل هستيري. جريت افتحه ولقيت حماتي وشها مخطوف وبتصرخ في وشه وبتقولي الحقني الحقني، رباب مش لاقيها يا ابني. ازاي؟ هي مش لسه نازله معاكي؟ نزلنا واول ما وصلنا البيت ما لقيتش ليها اي اثر، كأن الارض انشقت وبلعتها. انصدمت من اللي بتقوله وما بقتش فاهم ايه اللي بيجري بالظبط. نزلت مع حماتي ودورنا عليها في كل حته، لكن للاسف
مكانش ليها اي اثر. ولما خلاص ما بقيناش عارفين نعمل اي حاجة، حماتي راحت بيتها وانا روحت. وفي الليل وانا قاعد سمعت صوت صرخات رباب وهي بتقولي الحقوني، انا هنا، انا شايفاك. الصوت جاي منين؟ فضلت اتلفت يمين وشمال لحد ما عيني جت على المراية عشان نشوف صورة رباب منعكسة فيها، وكانت قاعدة على الأرض في مكان غريب مليان مقابر وعمالة تصرخ. وفجأة ظهر هو نفس شخصيتي اللي هو أنا، وقف بيبتسم لي وبيقول لي هي خلاص بقت لينا، وانت في نظر الكل هتكون السبب. وابتسم لي، ورباب فضلت تصرخ وهي بتقول لي أرجوك ما تسيبنيش. ومع اختفائهم لقيت باب الشقة بيخبط جامد. رحت فتحت الباب لقيت حماتي وحماية واخت رباب جايين لي، وكانت عينيهم بتطق شرار. وأول ما دخلوا البيت لقيت حماية جاية عليا وراحت ضرباني بالقلم. ما فهمتش ايه اي حاجة عشان اسمع اكتر شيء خلاني اتبنج وما اقدرش انطق بحرف. لقيتها بتقولي بنتي اشرف منك ومن عيلتك كلها، وديت رباب فين؟ انت احسن هدفنك مكانك. انت بتقول ايه بس يا بابا؟ بابا؟ وراح ضربني تاني بالقلم وقال لي بابا ايه بعد اللي سمعته ده؟ بنتي خارجه من بيت محترم. انا مش فاهم منكم حاجه، انطقوا في ايه؟ لقيت حماتي بتقول لي اغرب كلام، تقول لي انا كنت عندهم دلوقتي وكان معايا رباب، وقلت لهم اني اكتشفت انها مش بنوت، ورحت عملت لهم فضيحه هناك، وخدت رباب معايا وخرجت ومحدش كان قادر عليا. ايوه مش هيقدروا عليا لانك اللي كان عندهم مش انا، ولا انا اللي كنت ولا اللي كانت معايا كانت رباب. الشيطان اللي بيظهر بشكلي هو اللي بيلعب معايا، ورباب دلوقتي تحت الأسر. حكيت لحماية على كل حاجة من أول ليلة الدخلة، ولما لقيت رباب وقعت على الأرض ومسكت لي سكينة وهي بتقولي إني شيطان، ولحد ما شفتها في المراية وجنب الشيطان، وحلفت إني ما اتحركتش من بيتي وما جيتش ليها أنا ورباب، لأن أصلا رباب مخطوفة من الشيطان. طبعا ما صدقوش، لأن أي حد مكانهم مش هيصدق، لكن صدقوا لما سمعوا صوت رباب جاي من أوضة النوم وعمالة تصرخ وبتستنجد بينا. حماية وحماتي واخت رباب اتصدموا لما سمعوا الصوت، فجريوا وكانوا مفكرين ان حابس رباب جوه الأوضة، لكن اما دخلوا ما لقيوش رباب، بس سامعين صوتها بس. حماتي صرخت وهي بتبص المراية وبتقول بنت اهي، بنتي جوه المراية، وراحت وقعت من طولها. من بعد حماتي حماية واخت مراتي وقعوا هما كمان لما شافوها جوه المراية. كانت قاعدة على الأرض جنب قبر ومربوطة بسلاسل من رجليها وإيديها، حواليها كائنات سودا نفس الكائنات اللي شفتها. قربت للمراية وفضلت أبص، وفجأة ظهر شخصية الشيطان، ومع ظهوره انتشر في الأوضة صوت الصراخات. ومع صوت الصراخات شفت في انعكاس المراية واقف كائن ضخم اسود، مش قادر اوصف قد ايه شكله بشع. قرب ايده وحطها على كتفي عشان فعلا احس بملمس ايده، فتنطفت وابص ورايا الاقيه واقف فاتح بقه على الاخر، ولقيته بيخرج من لسانه بيخرج لسانه اللي كان مشقوق بالطول زي التعابين، وبيصرخ في وشه وهو بيقول كلكم هتدفعوا التمن. قلت لك ما تحاولش ترجعها، هي بتاعت انا. ومع كلامه ده لقيت حماتي وحماية واخت مراتي جسمهم بيولع نار، وفجأة مسكت فيهم، وانا لقيت نفسي بتسحب من الكائن ده وبتسحب جوه المراية عشان جسمي يخترق المراية، والاقي نفسي جوه عالم غريب، عالم كل ما يقال عنه انه الجحيم. كنت كنت قاعد جنب نفس القبر ومربوط بسلاسل، وفي كل حتة في كائنات سودا صغيرة كأنهم دول السجانة اللي حارسيني. واللي كان أكتر رعب وغرابة هي المراية الكبيرة اللي لقيتني فجأة ظهرت وببص عليها، وأشوف نفسي نايم على السرير جنب مراتي وفي حالة من السعادة، ورباب بتضحك ومبسوطة وفي علاقة بتحصل. وبعدها المشهد يتغير عشان أشوف حماتي وحماية كمان أخت مراتي وأنا قاعدين في السفرة وبياكلوا في حالة من السعادة والفرح. المراية اختفت ولقيت نفسي ظهرت واقف قصاد مني الشخصية اللي بتمثلني، لكن الشيطان واقف قصاد مني ظهر لي وهو فرحان وقرب لي وقال لي مش قلتلك هي بتاعتي انا، وده مصيري اللي ياخد حاجة ملك سبر ابن ابليس، ملك الشياطين والمرضى، ملك النور،
هتفضل هنا ومحبوس منبوذ وانا بقيت انت. قال انت بقيت انت وتحول شكله وبقى انا عشان المراية تظهر تاني، وبيقرب عليا سبر الشيطان ويخترقها، ومع اختراقه الاقي سبر اللي واخد شخصيتي واقف قصاد المراية، ورباب جنب منه وحاطط ايده على كتفها، وعينه كانت عليا وانا ومبتسم لي. وبعدها المراية اختفت. لازم تنقذي اختك رباب من الشيطان سبر،